بسم الله، السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نحاولوا نشرحوا ان شاء الله في الطابلوات ستيكر رخامي. بهذه الطريقه اللي غادي نخدموا ان شاء الله. من بعد ما ضربت هاد البانو ديالنا او هاد اللوحه، نسميوها لوحه، ضربناها بستيكو رخامي كري كلير، وعاودنا ضربنا الكري فاتح، هو باش غادي نرخمو ان شاء الله. يعني ما حصلش عندي هنايا البيض باش نخدم واحد اللوحة. يعني ان شاء الله من بعد هاد اللوحة غادي نخدم اللوحة ان شاء الله المرة بالبيض سامبل، وغادي تكون مرخمة باللون باللوان مع البيض ان شاء الله. دابا خدمنا الكري في الكري كما كتشوفوا. ضربنا كما غادي نعاود اننا ضربنا الطابلو ديالنا، ضربناها بالكري فونسي، وعاودنا تنرخمو دابا بالكري مفتوح. هو غادي دابا ملي كضربو بحال هكا راه تيكون باقي سارد، ملي كينشف كيبدا يبهات. المهم الترخيمه الاخوان تيبقى غير اشكال، خاصك ضروري تشد واحد الشكل في دماغك، اولا تصيب شي صوره رخاميه اولا شي شكل في شي طبيعه وتشدو وتخدم عليه. هذا هو الرخام. غير هو كتنظمو رخامي يكون شويه، تحاول يكون منظم باش يجي هكا الشكل ديالو زوين. حنا دابا في الطابلو خدمنا 3 البارتي، 4 عفوا 4، وحدة جوج 3 هذيك اللي خدام فيها دابا، والرابعة راه هي اللي خدمتها الأولى. كتخدمهم هما اللونين بحال هكا، تعمرهم مزيان. من بعد هاد البارتية كتبدا تمسح في الجناب بواحد البونجا أو شي شيفونة تكون فازكة. وهاد اللوحة الإخوان كتعلم فيهم بحال هكا، ولا جاك شي حيط كتخدمو. يعني هذا تدير ليه ثلاثي ابعاد، يعني هاد التشكيله هادي اللي في الطابلو هذا غادي تكبرها في حيط. يعني تحاول تخدمها في لوحه او هادي باش تريني على هاد. باش تريني على السيكو رخامي. هذه هي اللوحه الثانيه. اللوحه الاولى راه فين كتبان لكم، وهذه اللوحه الثانيه ان شاء الله انا بادي فيها دابا. حنا دابا جهزناه، من بعد غادي نبداو نمسحو دوك الجناب بشيفونه فازكه. دوك الجناب ديما نمسحهم باش نفيني البلايص ديال اللماس، ميبقاوش دوك الترابي في الجناب. هنايا كنشرح انني ملي كتبدا تمسح كتعطي واحد الضبابه خفيفه، يعني ديكرادي ديال داك الكري مفتوح. هذاك الكري مفتوح كيبدا يتمسح وديك الكتانه كتقيس دوك الجناب، وكيبدا يديكرادا، كيبدا شي شويه يبدا غادي ويبرد، يبدا جاي بارد، وكتعطي داك الشكل زوين. يعني ماشي يعني كتمزج ما بينه وما بين داك الكري الغامق اللي في اللوحه كامله. شفتو دابا الشكل بدا كيوضح واحد شويه، بدا كيوضح لينا ال- ال- الرخاميات اللي غادي نخدمو بداو كيوضحوا. شوف كيفاش كيديكراداو.
دابا غادي نجيب ستيكر رخامي اسود، غادي نزيد فيه لاتان نيت مزيان يولي اسود بزاف، ونجريه بما امكن، نحاول نجريه بزاف ونبدا نخدم في العروق ديالي. هاد العروق هما اللي كيقادو داك الستيكر رخامي، هما اللي كيزينوه. وديك الريشه عاوتاني حتى هي كنخدم بها. العروق الخفاف اللي كيجيو رقاق بزاف كنخدم بالريشه. انا يعني دابا رانا خدمت هاد العروق ها هما، وباش نطول عليكم في الفيديو بزاف تنحاول نقص. ها هي بقات غير هاد البارتي التحتانية غادي نخدمها قدامكم دابا تشوفوا. يعني ديما نحاول يدي تكون خفيفة وما نبركش مزيان. ديما في الاول ديما غنحط ونبدا غادي نحط حتى لما جات الحاجة كنعاودها، اللهم نعاودها ولا نحط نبرك يجيني داك العرق غليظ بزاف. تنظن نكون وصلت المعلومة بما يكفي. متنساوش البارطاج الاخوان، وشي تعاليق ديالكم والجام قاعد الشي كيحفز الانسان باش يحاول يحسن المستوى ديالو. اللي بانت لي شي حاجه ما هياش يقولها. حنا هنا جينا باش نتعلموا جميع، ماشي انا زعما بنعطي افاده فقط. حنا دابا جينا كنتشاركوا هاد اللوحه هادي كتشوفوها بحال حنا خدامينها كاملين دابا كما كتشوفوها. واللي بانت لي شي حاجه ولا شي اضافه مره اخرى ان شاء الله راه غادي نضيفوها. والآراءات راه كتختلف والاشكال راه كتختلف. كاين اللي غادي تعجبو كاين اللي ما غاديش تعجبو. انا ما غاديش دابا زعما نفرضوا بانها غادي تعجب كلشي. دابا غادي نخدم بالريشه دوك العروق الخفاف باش نعمر بهم الطابلو ديالي. هنا الاخوان راه كنبقى نشوف فين غادي نحط العروق ديالي باش تجيني شي حاجه مزيانه. ما يمكنش غادي نبقى نلحق ونحط. دابا غادي نبدا نعمر في داك الكري الفونسي. ما بين الكري كنقيس الكري الفاتح والكري الفونسي بهاد العروق الخفاف اللي كنضربهم بالريشه بحال كنعمر بهم الطاملو بما اكمله باش تبان واحد اللوحه متكامله. وهاد السيكو رخامي اي حاجه حطيتيها ولو انها كتعطي واحد اللمسه، واحد الرونق جميل، انك كتبقى تبدا غير بشويه بشويه كتحط هذه وتمسحها شويه وتحط. راه فين كاين المعنى ديال هذا السيكو رخامي؟ راه هي في الحاجه كتحط وكتبدا تمسح وتقيس وتضيف حتى كتجيب شي حاجه شبيه للطبيعه. واكيد الاستيكاج هو كل شيء. يعني ملي تبقى تخدم ولا بدا الا ما استيكيتيش وطلع داكشي مزيان راه ما غاديش تطلع اللوحه، كتطلع ناشفه. يعني الاستيكاج هو اللي كيعطيك ديك الزاجه الفوقانيه كتبان مرايه، هي اللي تعطي داك الطروادي ديال الداخل كيبان لك داكشي لداخل وكتبان لك ديك المرايه. هذا هو الجميل فيها. ان شاء الله بقاو معنا باش تشوفوا الشكل النهائي. شوفوا دابا ضربناها بالكارطة ديال 1000 باش تحيد داك العروق اللي زايدين، حقاش كيبقاو بعض المرات العروق هاكا تيبانو. يعني هنايا تنضربوها بالكارطة 1000 كنصفيو بها شتيها، ومازال غادي تزيد تصفى ان شاء الله. غادي نضربوها بال2000 ونضربها ب3000 وغادي تولي بريون ان شاء الله. هذا غادي تزيد تعطي مزيان. دابا من هنا نقدروا مثلا نقولوا الا بغيناها تبقى بحال هكا غادي نزيدوا ال2000 الكارطة 2000 والكارطة 3000 ونخليوها هكا بهاد
بهاد العروق ديال الكحلين مع الكري خفيف والكري بارد. بغينا نزيدو الجمالية أكتر، وهي ملي كنزيدو الذهبي راه كتعطي جمالية أخرى وكتعطي صورة أخرى عاوتاني. حنا غادي نخدموها إن شاء الله. هنا زدنا الرونق ديال الذهبي هو اللي كيعطي الصراحة، كيعطي واحد الجمالية زوينة. هنا الذهبي يعني كتحاول تحطو في اللوحة كاملة، تشتو في البلايص اللي يبانو، تخدم هنا وهنا وهنا تتنظمو تيجي مزيان. وهانتوما دابا الطابلو ديالنا قريب ان شاء الله ينتهي بواحد الشكل جميل. تيبان لي راه ان شاء الله راه الطابلو بدا كيوضح وبدا كيبان، ونتمنى ينال اعجابكم. هنا زدت لي واحد الجمالية ديال داك الناكري، شفتوه؟ زدت واحد الناكري كري، نيت بالكري. هذا ابتكار من عندي، هذا الناكري هذا غير زدتو في الطابلو، اما راه اغلبية ما تيكونش في الحيط. الا بغا يديرو الانسان راه يديرو، هاهو كيعطي واحد الجمالية هاد الناكري هذا تبارك الله تا هو شكي كيبين. وشكرا.